اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات توقعات نتيجة المباراة. وحلقة النهاردة هنتكلم على مباراة الزمالك وكهرباء الاسماعيلية اللي هتكون بكرة ان شاء الله الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة. وقبل ما نتكلم على توقعات وسيناريو مباراة الزمالك وكهرباء الاسماعيلية، في رسالة صغيرة كده لجمهور النادي الاهلي، او بالتحديد الجمهور اللي قاعد في صفحتها 24 ساعة مجرد الشتيمة فقط لا غير. توقعاتي لمستقبل موسم النادي الاهلي موجودة وانتوا شفتوها، وكنتوا بتعرضوني وبتهاجموني وبتشتموني بسببها، وكل حاجة اتكلمت فيها بالحرف الواحد متسجلة في الصفحة وموجودة وبتحصل في الوقت الحالي. ومنها لما قلت ان النادي الاهلي من غير نادي الزمالك ونجوم نادي الزمالك والصفقات السوبر اللي بيجيبها من الاندية مش هيكون موجود، لا في ادارة في النادي الاهلي ولا قطاع ناشئين في النادي الاهلي ولا عدالة تطبق على النادي الاهلي، تغيير لوائح موجود، حكام موجودين، اعلام بيسنده، وكمان ميزانية مفتوحة ياخدوا بيها اي لاعب سوبر في اي فريق. غير كده النادي الاهلي مش موجود. النهاردة في مباراة النادي الاهلي والبنك الاهلي اللي النادي الاهلي بالاستقرار الموجود فيه حاليا يتعادل مع البنك الاهلي، مش البنك الاهلي يتعادل مع الاهلي، لا ده الاهلي اللي بيتعادل مع البنك الاهلي، في وجود جمهور النادي الاهلي اللي بياخد تعليمات علشان خاطر يسب تركي آل الشيخ او غيره في المدرجات، يمدح امام عاشور في المدرجات او يسب ويهاجم امام عاشور في المدرجات. هو ده جمهور النادي الاهلي وهو ده النادي الاهلي. يلا بينا بقى نخش في نادي الزمالك، اعظم نادي في الكون حرفيا. نادي الزمالك في حضور الجمهور المباراتين الاخيرة شفنا نادي الزمالك الموقوف من القيد، اللي عليه 14 قضية في الفيفا، اللي ما عندوش فلوس يجدد للاعيبة بتاعته ولا يديلها المستحقات بتاعتها، ولا معاه فلوس يجيب صفقات او يدير النادي بشكل احترافي يساعد النادي ان هو يكون في المكانة الموجود فيها في الوقت الحالي، متربع على عرش مجموعته في الكونفدرالية، وكمان تالت الدوري. ايوه نادي الزمالك هيفوز على كهرباء الاسماعيلية بكرة ان شاء الله اداء ونتيجة، ويكون في ترتيب جدول الدوري الموسم الثالث، والنادي الاهلي هيكون الرابع متساويين في عدد المباريات. نادي الزمالك المباراة الأخيرة شفناها شكل منظم أفضل من المباراة اللي قبلها، لأن أول مباراة كانت لمعتمد جمال أو كابتن معتمد جمال، تاني مباراة لكابتن معتمد جمال شفنا شكل منظم لنادي الزمالك، بيستحوذ على الكورة، بيضغط ضغط عالي، منتشر إلى حد ما كويس في الملعب. أي نعم في غلطات، فيها فوات، ده شيء طبيعي بالظروف اللي بيمر بها نادي الزمالك، بالإضافة إلى إن نادي الزمالك معظم السكواد بتاعه الحالي ناشئين مش لعيبة عندها خبرة، والزمالك يأدي الأداء ده، فمباراة في التانية في التالتة هنشوف تحسن كبير في نادي الزمالك. احنا عايزين نمشي على قد إمكانيات نادي الزمالك الحالية. نادي الزمالك خرج ناصر ماهر، طالبنا بخروج ناصر ماهر من نادي الزمالك. الزمالك خرج نبيل عماد دونجا اللي عمل كركبة في الإعلام الأهلاوي. نبيل عماد دونجا عقده هينتهي موسم 2027، قدامه موسم واحد فقط في نادي الزمالك. أما شباب نادي الزمالك وناشئين نادي الزمالك أخدنا بيهم دوري وكاس قبل كده. نادي الزمالك قبل كده كان بيدخل أي مباراة الأهلي بيتعثر فيها كان بيتعثر فيها، إنما آخر موسمين لنادي الزمالك الأهلي كان بيتعثر في مباريات ونادي الزمالك محتاج يفوز. شفنا الزمالك بيفوز، وخصوصا الموسم ده هنشوف بكرة اداء رجولي من لعيبه نادي الزمالك واداء تكتيكي محترم من كابتن معتمد جمال واللعيبه اللي معاه. قلنا على ادم قايد ستايل ميسي، بس يلعب في مركزه الاساسي اللي هو في نص الملعب تحت المهاجمين. اول ما بدا يلعب في الحته دي شفنا مهارات من ادم قايد. شيكوبانزا واخوان بزيرا انا ما زلت مراهن عليهم. خوان بزيرا عنده مشكله في الفينش، وشيكوبانزا عنده مشكله في اتخاذ القرار. اللعيبة دي تشتغل على المشكلة اللي عندها وهنشوفهم بمستوى أفضل من الحالي. توقعات لنتيجة المباراة: فوز نادي الزمالك بسكور على كهرباء الإسماعيلية اللي معاهم لعيبة محترمة ومدير فني محترم، بس نادي الزمالك هيكون شكله مختلف. هيبدأ المباراة بالضغط العالي، بالانتشار الكويس كالعادة، هيكون أفضل من المباراة الأخيرة واستغلال الفرص. اكتبوا لي توقعاتكم لنتيجة مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية، ولايك وشير، واشوفكم في حلقة تانية إن شاء الله.